السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو وانتم بطاقه ايجابيه. مرحبا بكم في فيديو جديد. طولت عليكم. راني حشمانه منكم حبيباتي. الله غالب، والله الوقت برك مانيش نلقى في الوقت. ان شاء الله كل ما نقعد ونلقى الوقت حبيباتي اكيد راح ندير لكم فيديو. توحشتوني ولا لا؟ انا توحشتكم بزاف بزاف. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بطاقه ايجابيه. جيتكم حبيباتي بدرس جديد. درس اليوم راح نعاود لكم التربيه الماليه. كيما على بالكم احنا قرينا التربيه المدنيه، التربيه الاسلاميه، بصح ما قريناش التربيه الماليه من الصغر حبيباتي. جيتكم اليوم من نبداوها من تحضيري، من كيما ولدي، من البراعم، من قبل التمهيدي، من تمهيدي كيما حبيتوا. كل وحده تكلاسي روحها وراهي ليسونسيال كامل رانا حابسين في التحضير. حبيباتي درس اليوم على الادخار والتوفير. الادخار والتوفير، كيفاش نتعاملوا حبيباتي مع المال. حبيبتي كاين ثلاث شروط. اذا قدرتي كيما نقولوا تمكنتي منهم، خلاص راكي في الطريق الصحيح وراكي راكي في التحضير. راكي غير في التحضير حبيبتي. الحاجه الاولى حبيبتي هي حسن تسيير المال. الحاجه الثانيه هي الادخار، والحاجه الثالثه هي الاستثمار. حبيبتي كي تكوني عندك حسن التسيير مع المال، تعرفي كيفاش تسيري المال تاعك، تعرفي كيفاش تسيري المصاريف الثابته والمصاريف المتغيره اللي ما على بالهمش يرجعوا الفيديوهات السابقه. تعرفي كيفاش تتصرفي في المصاريف الثابته والمصاريف المتغيره حبيبتي. يعود عندك حسن بعد ما قسمتي الميزانيه وبعد ما كل ظرف عطيتي له حقه، تكوني تعرفي تسيري هذيك لونفلوب هذاك حبيبتي. هنا تكوني تقنتي المرحله الاولى وهي حسن تسيير المال. تفوتي للمرحله الثانيه حبيبتي، مرحله ما قبل التمهيدي. تكوني حبيبتي تعرفي ديري الادخار. هاكي احسنتي التدبير ووفرتي من هذاك لي زونفلوب تاعك حبيبتي. كاينه وحده قالت لي ما تجيش تقولي حبيبتي بزاف، والله كيما نقولوا تخرج هكذاك وحدها. الله غالب، كامل راكم حبيباتي وغاليات عليا. اذا تفوتي للادخار. الادخار الادخار هو كيما نقولوا تخرجي بادخار سنوي. قال كل شهر وفوش وفرتي. الادخار مش بشرط يكون مال، كيما قلت لكم تحولوه الاورو، تحولوه للذهب، ليسونسيال عندك ادخار في العام واش خرجتي. ومن بعد حبيبتي تفوتي لمرحله الاستثمار. هذيك المرحله مسموح فيها كلش. راح نجوب المرحله ونهضروا عليهم حبيبتي. احنا مازال رانا في قبل التمهيدي، رانا في حسن تسيير المال. اليوم حبيتك كيما نقولوا بالتربيه الماليه هي اني نغير لك طريقه التفكير تاعك والسلوك. لانه المشكل يبدا من هنا، يبدا في التفكير تاع الانسان وفي السلوك نتاعو. باش نغير لك حبيبتي هذا لانه علاش كون نعطيك حبيبتي كون نعطيك ديريكتومون المال، نعطيك مليار. هذاك المليار حبيبتي اذا ما عرفتيش الحسن التسيير تاعو، ما عرفتيش كيفاش تدخري منه، ما عرفتيش كيفاش تستثمري حبيبتي، ما كيش راح تتعاملي معاه. كي درتي طاقه جذب المال ودرتي المداخيل زدتي فيها ومنه وتوفر عندك المبلغ هذاك تاع المال، كيفاش راح تتصرفي معاه حبيبتي؟ كيفاش المليار راح ترجعيه لي مليار و100؟ كيفاش المليار راح ترجعيه لي مليار و200؟ فهمتيني؟ يتسمى لازم يكون عندك تفكير، يكون عندك الوعي المالي والسلوك تاعك. السلوك تاع اليوم حبيبتي هو حبيت من هذا الفيديو نحي لك كيما نقولوا المشتريات تحبسي منها حبيبتي. كون منا على 3 شهور ولا منا العام جديد حبيبتي تحبسي المشتريات، لانه حنايا من الصغر حبيبتي كلش عنده علاقه بالتحضيري والتمهيدي. لانه حبيبتي ملي وعينا، ملي كنا صغار وحنا كبرنا على ثقافه المستهلك. كي شغل رانا مستهلكين، روح اشري الخبز، روح اشري الماء، اشري الملابس، اشري غير اشري. ما عندناش ثقافه خبي، ما عندناش ثقافه ادخار. فهمتيني؟ صافي باش نبدل لك هذا السلوك حبيبتي، ولا باش يتغير فيك هذا السلوك، لازم مده من الزمن، ولازم التفكير تاعك بعد يتبدل. وضحت لك الصوره تمشي من التفكير والسلوك الى الاستثمار. في الاستثمار حبيبتي كيما نقولوا المشتريات اشري كيما حبيتي، بصح تجي عليك.
بصح مادام رانا مازلنا في حسن تسيير وحسن تدبير المال، كيفاش نقدروا نوفروا، كيفاش نقدروا هكا وهكا. اذا هنا ممنوع عليك منعا تاما منعا باتا ولا كيفاش يقولوها انك تشري حبيبتي. ما عندك لا دار، ما عندك طوموبيل، ما عندك ذهب، ما عندك امان مادي، ما عندك حريه ماليه، تنساي لي المشتريات. تنحي عاده الشراء. ما تشري بيجاما، ما تشري غوج لافغ، ما تشري مكياج، ما تشري صبابط، ما تشري سيكان، ما تروحي تحوسي تخرجي تحبسي الخرجات حبيبتي. كي نقول لك هذه الاشياء لانك في مرحله حبيت نديك لمرحله البناء، نخرجك من مرحله المستهلك ودوكا رانا في مرحله البناء. بما انه راكي صفر ادخار، راكي صفر توفير، ما كيش لاحقه حتى على المعيشه تاعك صعيبه، المدخول ضعيف، مدخول الزوج ضعيف، ما كيش عامله. اذا حبيبتي راكي في حسن تسيير المال، لازم تنحي عاده الشراء. كيفاش تنحي عاده الشراء حبيبتي؟ اول حاجه كي تدخل الميزانيه تاع الزوج ولا الميزانيه تاعك ولا كيفاش راكم متفاهمين كاسره، المهم تبداي حبيبتي تنحي المصاريف الثابته، تنحي الضوء تريسيتي، يعني تنحي الفواتير اللي تخرجيهم حبيبتي ولازمين كل شهر. عندك ليكور تاع الاولاد، عندك الملابس، عندك حبيبتي حق كوسميتيك تاعك، عندك مواد التنظيف، عندك حبيبتي مصاريف المطبخ. المهم تخرجي انتي وش موالفه كان اللي دير سبور بالنسبه لي حبيباتي ضروري. داخل سلامه الجسم في سلامه العقل، يعني تهمنا في التفكير وفي السلوك، يعني سبور حاجه ضروريه. اللي عندها الوقت واللي عندها يعني تقدر انها دير سبور نعتبرها حاجه ضروريه. المهم تنحي كل شهر انتي بالنسبه لك شو هما الحوايج الضروريه تنحيهم. الشركات حبيبتي، اي الدوله تشوف المداخيل والمخارج ولا كيفاش يقولوا لها، شحال تدخلي حبيبتي في الشهر وشحال تخرجي المصاريف تاعك، لازم تكوني تعرفيهم، تكتبيهم ورقه وستيلو حبيبتي، اكتبيهم. راكي في مرحله البناء، لازم تعرفيهم، تعرفي واش عندك المداخيل وتعرفي واش عندك شحال تخرجي في الشهر. خلاص عرفتي شحال مصروف المطبخ، شحال موالفه تاكلي، قلت لكم ديروا شهر تجريبي، شحال تحكمي السكر، شحال الزيت، شحال القهوه، شحال الزبده، شحال البيض، فهمتيني؟ يكون عندك شهر تجريبي، راكي عارفه المصاريف تاعك شحال تحطيهم دو كوتي، وتزيدي تنحي المصاريف المتغيره ثاني تحطيهم بجنب. ومن بعد حبيبتي هذاك اللي يقعد لك تغلقي عليه، خلاص هنا تحبسي المشتريات، ما تزيدي تشري ديجا روحي افرزي برك الشيء اللي عندك حبيبتي. شوفي واش عندك، واش خاصك حاجه تخصيتيها، ما عندكش حبيبتي اشري نورمال، مي فوق الحاجه لا. علاه؟ لاننا في مرحله البناء، كل مرحله ومرحله، كاين اللي راهي في مرحله الادخار، كاين اللي راهي في مرحله الاستثمار، فهمتيني؟ صافي كاين كل مرحله والشيء اللي تقدري عليه حبيبتي، كل مرحله والحاجه المسموحه ليها واللي مش مسموحه ليها. راني نهضر على اللي حابه تبني روحها، مانيش نهضر على اللي حابه تبقى مستهلكه. اللي حابه تبقى مستهلكه على روحها. هذه هي حبيبتي. تحبسي المشتريات العشوائيه، تفرقي بين الاحتياج والضروره. الضروريات اللي قلت لك عليهم تخرجيهم، مصاريف ثابته مصاريف متغيره، وتخلي الرغبه ولا الحاجه اللي تشهيتيها حبيبتي تخليها، ولا ديري لها تحدي، وديري لها هدف. فهمتيني حبيبتي؟ كل وحده على بالي، كل وحده باش مبليه، وحده مبليه بالخروج، وحده مبليه بالمكياج، وحده مبليه بالروايح، كل وحده باش مبليه. ليسونسيال حبيبتي ما تقارنيش روحك بينك وبين انت راكي في البدايه ووحده راهي ديجا يا اما راهي في العشوائيه، يا اما راهي في الاستثمار، يا اما راهي عندها ادخار، فهمتيني؟ ما تقارنيش روحك نفسك ولا هذيك المقارنه اللي راح تخسرك، فهمتيني؟ صافي وحده في البدايه مش كيما وحده نفسها راهي في النهايه. هذه هي حبيبتي. ثاني خطوة هي انك تبداي تدخلي في مرحلة الادخار. ديجا بعد ما نحيو السلوك هذا تاع المشتريات وتاع المستهلك، ندخلوا في ثقافة الادخار هذوك. وشوفي حبيبتي شحال وفرتي من هذاك من المشتريات اللي كنتي تشري فيهم فوق الحاجة، كماليات غير ضرورية، فهمتيني؟ كيت هذاك المبالغ حبيبتي اللي كنتي تصرفي فيهم ادروات واغوش، بعد ما كنتي نقصتي الخرجات، نقصتي شحال من حاجه، هذوك يعودوا مبلغ توفير. هذوك هما اللي تروحي توفريهم وتروحي تشري حاجه تاع
حاجه حبيبتي كيما نقولوا حاجه تاع ادخار. هنا نبداو ندخروا، ابداي خبي دراهمك، ديري حصالات، ديري تحديات، ابداي خبي دراهمك. هنا نروحوا لمرحله الادخار. مرحله الادخار كنت ديجا درت معاكم انا كي يكون ما عنديش تحديات سنويه، يفوت رمضان يفوت العيد الكبير، نبدا في تحدي الاورو. الاورو غير بالصرف حبيبتي تقدري تلمي مبلغ تاع 10 اورو، كيما على بالكم راه طلع راهو 28 صافي. شوفوا كان في ال 26 وال 27 يدور. انا كي شريت هذيك ال 10 اورو راني كاتبتها في الدفتر، المره الجايه نهضروا عليها. كي عاودت كيما نقولوا دركا راهو يدير 28، راهو يعني راهو في تصاعد، راهو قاعد يطلع. ثاني تقدري ديري حبيبتي الادخار تاعك، تخبي دراهمك على شكل ذهب، واللي هو احسن استثمار، يعتبر استثمار. كاين نوعين من الاستثمار، استثمار على المدى القصير وعلى المدى البعيد. الذهب على المدى البعيد بكري كنا نشوفوا فيه على المدى البعيد، بصح درك حبيبتي في شهوره تقدري ترجعي دراهمك. القيمه تاعهم راهي محفوظه، ما تتقاسش بالتضخم، لانه 100,000 تاع هذه 10 سنين ماهيش كيما 100,000 تاع هذا كيما درك، فهمتوني؟ سما التضخم ما يتقاسش به الذهب، بالعكس هو قاعد يزيد. صافي هذا احسن استثمار على المدى البعيد. خلونا من الاستثمار حنديروه في ان شاء الله في فيديو اخر. اليوم حبيبتي حبيتك تحبسي علينا المشتريات، حبسي المشتريات. شوفي كيما واحد يصوم، كيما واحد فاطر ومن بعد يجي يصوم تجيه صعيبه نهار الاول، فهمتيني؟ حنا نروحوا لها غير بالعقل. ديري شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور حبيبتي، ابداي بشويه، نقصي. شوفي حاجه ما تحتاجيهاش، حاجه فوق عندك 3 سيكار ما تجي تشري الرابع، عندك 4 لي غوج ليفر ما تشري الخامس، خلي غير واحد حبيبتي. كي يخلص لك شوفي مده الصلاحيه تاعو، كي يخلص لك روحي بدلي واحد اخر. تكون عندك ثقافه الشراء، ما تشريش برك، اشري لا كاليتي ما تشريش لا كونتيتي. ما تشريش الكميه، شري النوعيه، فهمتيني حبيبتي؟ باش حاجه تدوم لك. هذا ما كان حبيبتي. طليت عليكم غير فيديو، كان لاحظتوني راني نزرب. طليت غبت بزاف وما حبيتش نزيد نغيب. المهم كل ما يكون عندي الوقت حبيباتي راح نطلع عليكم بفيديو. نتمنى تكونوا بخير وبطاقه ايجابيه كالعاده. سلام، وراح نطلع عليكم فيديوهات اخرى وبفكره اخرى ان شاء الله. ليسونسيال حبيبتي حبسي المشتريات. ديجا اذا قدرتي تغيري في نفسك هذا السلوك راح تنجحي وراكي في طريق الامان المادي. سلام.